باعتبار هلأ الجو نحن بالصيف يعني الجو كتير حار أو درجات الحرارة كتير عالية بهالفترة، يعني بتيجي تقريبا ما بين 40 وال50. طبعا هل درجات الحرارة كتير عالية بالنسبة يعني للأشخاص بشكل عام وللأطفال بشكل خاص. يعني هلا نحن بنعرف إنه درجة الحرارة العادية هي 37، فما بالك ما بين 40 وال50 أكيد رح يكون لها تأثير كتير على الأطفال خاصة. طبعا هلا أكتر شيء بين الساعة 10 الصبح والساعة 4 العصر بهالفترة بتكون حرارة كتير عالية، هيك بدنا إنه نركز على هالموضوع. أول شيء طبعا بيسبب لهم خمول، همود، تعب، إرهاق للأطفال وخاصة الرضع. تاني شغلة طبعا الأشعة الشمس خاصة الأطفال اللي بيطلعوا بيلعبوا تحت الشمس، يعني بسبب لهم حروق، خاصة إنه درجات أولى من الحرق، أو حتى بتسبب لهم جفاف بالجلد أو يعني أمراض جلدية بشكل عام، أو حتى تغير بلون الجلد. ثالث شغلة وهي الأهم بدي ركز عليها طبعا، بتسبب جفاف، فقدان السوائل عند الأطفال بشكل عام، يعني لا سيما إنه عم يتعرقوا وعم يلعبوا وعم يتعرقوا. والطفل خاصة الرضيع هو بشكل عام ما بيطلب السوائل من الأم، يعني ما فيه يقول أنا عطشان ولا بدي أشرب. لهيك يفضل على الأم الطفل إنه هي تعرض على الطفل كل كم ساعة إنه أو على الأقل تذكره إذا إنه عطشان أو بده يشرب مي ولا لا. طبعا والأطفال الرضع أو حديثي الولادة يفضل الأم هي تحاول إنه ترضع الطفل كل ساعتين، حتى لو ما يعني إنه لأنه الطفل يعني رح بالأساس بيفقد السوائل سواء بالبول أو بالوراث. هلا مع درجات الحرارة كمان رح يفقدها كمان عن طريق العرق شوي شوي، لهيك بيتعرض لفقدان سوائل أو استجفاف. حتى في كتير بهالأحيان الأهالي بيشكوا إنه الوليد حديث الولادة أو الطفل إنه بأول فترة بيكون لون بوله غامق برتقاني. طبعا كتير بيخافوا من الشغلة، بس هذا الشيء بسببه إنه ما عم ياخد كفايته من السوائل، وسبب هالدرجات الحرارة العالية اللي هلا عم تأثر عليهم. هلا ثالث شغلة كمان بتأثر طبعا ثالث شغلة كمان بتأثر على نفسية الطفل طبعا، لأنه الحرارة العالية بتزود هرمونات الشدة عند الطفل، وهيك يعني بصير عصبي أكتر، نزق أكتر. هذا الشيء كمان في شغلات طبعا بدنا بالجو العالي، جو الحرارة العالي، وكمان لا سيما إذا كان في رطوبة. طبعا الجراثيم والفيروسات بتتنشط بهالوقت، خاصة بتسبب التهابات الأمعاء مثل السالمونيلا، الشيجيلا، الطفيليات مثل الأميبيا والجيارديا، هدول كلها. والفيروسات خاصة الفيروسات المعوية أو فيروس الروتا، طبعا هلا بهالفترة كمان كتير هدول شائعين بيسببوا التهابات أمعاء عند الطفل. لهيك هلا كل الأولاد تقريبا أغلبهم إنه معهم إسهال أو استفراغ أو إنه ضعف شهية على الأكل. هدول كلهم طبعا إنه من الفيروسات أو الجراثيم اللي بتتنشط بهالحرارة العالية. كمان شغلة أخيرة ما ننسى كمان بهالجو الدبان، هدول الحشرات كلهم كمان بيكتروا. طبعا هدول كمان لهم دور بينقلوا المرض من طفل، يعني مرض من طفل لطفل، أو من منطقة مو بيئة مو نظيفة للطفل. هاي كمان بدنا نركز عليها. هلا في كمان بهالفترة كمان شائع الرمد الربيعي، صحيح اسمه رمد ربيعي، هذا اللي بيصيب العين احمرار وحكة وسيلان أو إفرازات بيضاء أو حتى عصفار. هلا بهالفترة بالصيف كمان بتكتر عند الأطفال، وفي كمان في حالات كتير هلا صايرة. هلا الأم شو بدها تعمل لتتجنب هالشغلات؟ هلا أول شغلة يفضل قدر الإمكان ما تطلع إلنا بس بين الساعة 10 الصبح وال4 العصر، يفضل ما تطلع إلا إذا شيء ضروري كتير كتير. حتى لو طلعت يفضل تترك أولادها بالبيت، يعني مو ضروري تطلعون معها. تاني شغلة إذا يعني صار اضطرار وتطلع، يفضل تلبسون تياب يكونوا يعني هيك مفضفضة منقول وألوانهم فاتحة وما يكونوا ضيقين، ويفضل تلبسه مثلا طاقية، تلبسه إنه التياب يغطي كل جسمه مشان ما يكون في تعرض مباشر لأشعة الشمس. ثاني شغلة يفضل تعرض عليه المي كل شوي، يعني كل ساعتين، يعني لأنه الطفل لازم أقل شيء يشرب 6 كاسات مي بالنهار، والطفل الرضيع يفضل ترضعه كل ساعتين. ثالث شغلة تأمن له الجو بالبيت، يعني إنه الجو بيكون يعني
بيتناسب مع الحر، انه الطفل يقدر يعيش بها بجو الغرفه. طبعا بيكون مكيف بشكل منيح، طبعا مو تكييف العالي. هلا درجات الحراره المسموحه للطفل بالبيت ما بين 22 و 25. يفضل درجه الحراره المكيف ما ننزل اكثر من هيك، لانه هذا كمان بيأثر على الطفل طبعا. وهلا في كتار انه في اشتباه انه والله المكيف مو منيح ولا منيح، او المروحه مو منيحه ولا منيحه. عم اقول انه يفضل درجه الحراره تكون ما بين 22 و 25. ثاني شغله، الطفل اذا كان بغرفه يعني فيها تهويه منيحه، يفضل ما تضل تطلعه من غرفه لثاني غرفه يكون الجو فيها انه سخن او حر، مشان التغيير بدرجات الحراره المفاجئه للطفل طبعا بيأثر عليه. هلا في كمان شغل، هلا الاكل طبعا الاكل يفضل ما يكون من برا، خاصه هدول المعرضين بالسوق يعني بتجي عليهم حشرات او هيك شيء طبعا. والمعلبات المعلبه كمان، لانه الحراره العاليه كمان بتاثر عليهم وبتخلي الجراثيم تتنشط ضمن هالعلب. وحتى الاكل الحلويات هدول المحطوطين برا كمان يفضل ما في كتير عم لاحظ الاهالي وقت بيروحوا على السوق بيتركوا اولادهم بالسياره. طبعا السياره خاصه اذا كان بوابه مسكره، درجة الحرارة تكون كتير عالية على الطفل طبعا بيأثر عليه كتير. هلا الطفل ليش أكتر شيء بيتأثر أكتر من الكبار؟ هلا نحن الكبار فينا نتأقلم مع درجات الحرارة العالية، بس الطفل ما فيه يتأقلم مع درجة الحرارة العالية. لو نحن فينا مثلا إنه الكبار بيتعرقوا، إنه جسمهم في تغيرات بيصير فيها إنه بتخليهم بيتأقلموا مع هالجو، بس الأطفال التعرق عندهم ما كتير، والتغيرات اللي بجسمهم يعني ما مثل ما بنقول التنظيم الذاتي لهم للتكيف مع درجات الحراره عندهم لسه مو مضبوط بشكل منيح، لهيك هن بيتاثروا اكثر من هالشغله. طبعا بدي اكد كمان انه الاطفال الرضع اهم شيء ينتبهوا عليه هون الاهالي، خاصه اذا كان الطفل معه انتان معوي او اسهالات او هيك شغلات. يعني اذا الطفل عم يسهل ودرجه الحراره عاليه بتخليه يفقد كمان سوائل، والام ما بتنتبه عليه ما تعود له هالسوائل، اكيد رح يفوت بتشفاف. ونحن بنعرف طبعا التشفاف قديش بيضر على الطفل، قديش بيأثر عليه سواء على الشوارد، والشوارد طبعا بيأثر على القلب، بتأثر على الدماغ، كمان بيعمل له شيء اسمه قصور ما قبل كلوي للطفل. هدول كل الشغلات بدنا ننتبه عليهم. طبعا وقت بيرتفع بالصيف اهم شيء نحن بنشوفه هو درجات الحراره المرتفعه. فوقت بيرتفع درجه حراره الجو والطقس بيأثر على جسم الإنسان. هلا بالبداية جسم الإنسان بيحاول يعاود هالشيء، يعني بيحاول يحافظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عن طريق إنه يوجه الدم للجلد، بزيد تروية الجلد يعني، فبزيد التعرق. طبعا التعرق هو الوسيلة لمحافظة الجسم على درجة حرارته، يعني الجسم بيفقد الحرارة عن طريق التعرق. طبعا لا في الاشخاص الرياضيين والشباب بيقدروا يتحملوا درجات الحرارة المرتفعة، الجسم بيعاود. بس الكبار بالعمر واللي عندهم امراض مزمنه، الضغط والسكر، هن يعني اكثر عرضه للتاثيرات السلبيه للحراره اللي بدنا نذكرها هلا. هلا طالما الجسم عم يعاود الانسان ما راح يتاثر، يعني ما راح يشعر باعراض. طالما عم يحافظ على درجة حرارة معينة اللي هي 37 ما راح يشعر بأعراض، خاصة إذا كان قلنا ما الإنسان شاب، يعني كان هو شاب وكان متعود على درجات الحرارة المرتفعة وبالأساس عايش بالمناطق الحارة يعني. هلا بالنسبة للتأثيرات السلبية للحرارة المرتفعة، هي أول شيء هي فقد السوائل من الجسم، اللي أهم شيء عن طريق عملية التعرق، فقد السوائل من الجسم وفقد الشوارد. هلا هالعمليتين، فقد السوائل وفقد الشوارد من الجسم، بيسوي لنا اعراض سلبيه بالنسبه للناس. اهم شيء هو الشعور بالتعب والوهن، الدوخه، التشنجات العضليه، احيانا يوصل لمرحله نحن بنسميه ضربه الشمس، يعني ممكن يصير اختلاج، ممكن يصير تدهور بالوعي، ممكن يصير تشنجات عضليه شديده، مراجعه، اسهال. هي كلها من أعراض الحرارة. الإنسان قدر الإمكان ما يطلع بفترة الظهيرة، يعني فترة درجات الحرارة المرتفعة، يعني يكون إذا في عنده شغل يا الصبح يعني قبل ما يرتفع درجات الحرارة، أو بالمساء يعني. هاي واحد. تاني شيء إنه يكتر من شرب الماء، يعني لترين 3 4 حسب حاجته حسب شغله هو، يعني المهم يكتر من شرب الماء مشان يعوض السوائل اللي عم يفقد الجسم. الشغلة الثالثة أهم شيء خاصة بالنسبة للمرضى
مرضى السكري، مرضى الضغط، مرضى القلب، المرضى اللي عم ياخذوا الكبار بالسن، هدول عرضة كتير للتجفاف، نقص السوائل بالجسم، والعرضة لأنه يتعرضوا لضربة الشمس.